تخيل تكون عايش جوه مؤامرة كبيرة وانت مش واخد بالك. كنت قاعد بتفرج على فيلم ذا ماتريكس، الفيلم اللي بيحكي عن فكرة ان الانسان ممكن يكون عايش جوه محاكاة عالم كامل متبرمج ومفيش حد واخد باله. فوانا بتفرج سألت نفسي سؤال، طب ما احنا كل يوم بنكتشف حاجات جديدة، التكنولوجيا بتتطور بسرعة، الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل حاجات لو كنت قلتلي عليها من كام سنة بس أنا ما كنتش هصدق. فسألت نفسي سؤال بسيط، هل ممكن في يوم من الأيام نعيش جوه محاكاة، أو يمكن نكون بالفعل عايشين جوه محاكاة؟ أصل إيه اللي يضمن إن الكوباية اللي قدامي دي حقيقية، أو إن الحياة عموما اللي إحنا عايشينها حقيقية؟ مش يمكن كل ده عبارة عن محاكاة ومحدش واخد باله؟ الفكرة دي اسمها نظرية المحاكاة، وصدق أو لا تصدق دي مش مجرد خيال علمي، دي نظرية علماء كبار بالفعل بيتكلموا عنها بجد. في سنة 2003 الفيلسوف نيك بوستروم من جامعة أكسفورد قال حاجة غريبة جدا. قالك لو التكنولوجيا فضلت تتطور بنفس السرعة دي هيجي وقت نقدر نصنع فيه عوالم كاملة رقمية فيها كائنات بتفكر وتحس وتعيش، بمعنى إن الكائنات دي هتكون بتعيش حياة كاملة زينا. وده اللي خلى الناس المؤمنة بنظرية المحاكاة يكون عندها دليل إضافي للكلام بتاعهم. بس ده بيطرح أسئلة كتير جدا، يعني ممكن كل اللي احنا عايشينه ده من الكواكب، التاريخ، الذكريات، يكون كله مجرد كود برمجي؟ فخلينا أفاجئك وأقولك ليه لأ، احنا نفسنا بنبني عوالم افتراضية بالفعل دلوقتي. ألعاب زي GTA و Red Dead دي كلها بالفعل عوالم متكاملة. فايه اللي يثبت ان اللي حوالينا ده حقيقي مش مصطنع؟ بالذات ان التكنولوجيا وصلت لمرحلة مرعبة جدا ومبقاش حد عارف يسيطر عليها. الناس دي بتقول ان كل حاجة حوالينا مظبوطة قوي، سرعة الضوء ثابتة، الجاذبية دقيقة جدا، كل القوانين بتاعت الكون متظبطة بنسبة شبه مستحيل ان هي تكون عشوائية. فعلى كلامهم بيقولوا ان يا اما في حد كتب الكود باتقان شديد جدا، يا اما احنا اكتر كائن محظوظ في التاريخ، ان كل حاجة حوالينا معمولة بدقة واتقان. تخيل كل اللفة دي عشان بس ما يقولوش ان ربنا هو اللي خلق الكون. هما بيقولوا ان احنا جوا محاكاة، ومحاكاة من صنع بشر او من صنع كائن محدش عارف هو ايه، وهو اللي عامل القوانين الفيزيائية اللي حوالينا دي كلها مظبوطة، زي الجاذبية، زي سرعة الضوء، زي المسافات والأجرام السماوية، والحاجات اللي حوالينا دي كلها مظبوطة بالملي. لكن ساعة ما تيجي تقول لهم ان ربنا هو اللي عمل الكلام ده وهو اللي خلى كل الحاجات اللي حوالينا في الكون ده حرفيا متسخرة لخدمتنا احنا، للأسف ما بيصدقوش. فحاول ما تخليش حد يضحك عليك بالحاجات دي، وانا عرضتلك الحلقة دي مخصوص علشان تبقى شايف هما بيفكروا ازاي، ولما تسمع الكلام ده تاني تبقى عارف ترد عليه ازاي. فما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشوف الحلقات اللي فاتت وتفعل الجرس علشان تشوف الحلقات اللي جاية. واشوفكم على خير، والسلام.